يحدث في المغرب؟ شركات تعلن إفلاسها وأسر تتدهور معيشتها. أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن أكثر من 80% من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال 12 الشهر السابقة، كما أنه لم تتمكن سوى 3% من الأسر من ادخار جزء من مداخلها خلال ذات الفترة. 55% من الأسر فقط غطوا مصاريفهم، فيما استنزفت أكثر من 42% من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. الخوف الأكبر اليوم كذلك هو وصول معدلات البطالة إلى أعلى مستوى لها منذ 2001 والتي تخطت مستوى 13%. على الجانب الآخر، الشركات المغربية اليوم مهددة بالإفلاس، حيث من المتوقع أن تسجل الشركات رقماً قياسياً جديداً في حالات الإفلاس خلال العام الجاري، لتصل لأكثر من 16,000 حالة بنمو 13% على أساس سنوي، وهو ما يعد ضعف المتوسط السنوي والمسجل في الفترة من 2016 إلى 2019. فإن الرقم المتوقع من حالات الإفلاس في المملكة العام الجاري لا يتجاوز فقط مستوى ما قبل الجائحة، لكنه سيتجاوز أيضاً الرقم المسجل خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، وذلك يعود لضعف بنية الشركات وأصولها ومشاكل الخلافة في الشركات العائلية وتأخر أجال الدفع. دعونا نعود إلى الوراء قليلا. في 2023 سجل الناتج المحلي الإجمالي للمغرب نمو ب3.4%، كما تراجع التضخم إلى 3.4%، فيما نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي تجاوزت 69%. فأمام تراجع المضطرد للمؤشرات الاقتصادية اليوم، ما هو مصير الوضع الاقتصادي المغربي الفترة المقبلة؟